مساء الفل عليكم. هو انتوا لسه يا جماعة بتشتروا الفطير من بره؟ ده بيتعمل في البيت سهل وبسيط وسريع جدا جدا، مش عايز لا وقت ولا مجهود ولا توريق ولا اي حاجة خالص. انا النهاردة هقولك ازاي تعملي فطير بالظبط في 5 دقايق، والعجينة بتاعته تطلع معاكي حلوة ومورقة زي ما انتوا شايفين كده، وطعمه جميل وطري وما ينشفش منك، مهم جدا. وكمان تطلعي لونه ذهبي حلو كده زي بتاع بره بالظبط، طري قوي قوي. لو قعد حتى يومين 3 بتسخنيه بيرجع زي الفل. وتكليف كذا حاجه بكذا طريقه بقى، سكر، عسل، مربى، جبن، حوادق، براحتكم خالص. تعالوا نشوف عملناه ازاي. لايك وشير، كومنت حلو يشجعني. اهم حاجه لايك للفيديو وشير علشان كل الناس تشوفه، كومنت حتى لو حرف واحد. هنبتدي ان احنا نجيب هنا كوبايه من الميه، ونضيف عليها معلقه صغيره من الكيك شيف، ومعلقه سكر ومعلقه زيت. تمام. معلقه الكيك شيف بتفرق جدا في توريق الفطير خالص، بتخلي الفطير يبقى مورق معانا جدا جدا. معلقه سكر، معلقه زيت، ومعلقه الكيك شيف على كوبايه من الميه. تمام. هنقلبهم كويس، والميه طبعا عادي من الحنفيه، ميه عاديه جدا. هضيف عليها تقريبا كوبايتين الا ربع من الدقيق. وصلت معايا لحد هنا. عايزه بس اقولك او انبه عليك على حاجه، بجد انا متضايقه جدا لان التفاعل على الصفحه بقى قليل جدا جدا. كل اللي انت هتعمليه انك بس تكتبي اي كومنت على الصفحه، بجد هيفرق معايا وهيخلي ريتش الصفحه يرجع زي ما كان، وبالتالي هتشجع ان انا اعمل لكم وصفات كتير. يعني حرف واحد لما تكتبيه مش حاجه خالص، وبالتالي كمان هتشجعيني. ويا سلام بقى لو عملتي لايك وشير، فعلا تبقى حبيبتي فعلا، وبتخدميني وبتخدمي الصفحه في ان الناس كده تشوف الوصفات. نرجع بقى للفطير بتاعنا بعد ما فردناه كويس جدا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هنبتدي ان احنا نسيبه تقريبا كده 10 دقايق، من 10 دقايق لنص ساعة. الفطير لما بيرتاح كويس جدا في العجن، وكمان بيرتاح بعد العجن، ده بيديني نتيجة افضل بكتير. المقدار ده انا قسمته على تقريبا 4 فطاير زي ما انتوا شايفين كده، كلهم تقريبا في حجم بعض. هنبتدي ان احنا نجيب شوية زيت على سمنة. انا دايما بحب اشتغل بالميكس ده اللي هو الزيت مع السمنة مع بعض. طب ايه الفكرة في كده؟ ان ده بيخليني الفطير يبقى طري، وكمان بياخد اللون الحلو بتاع الزيت. فانا كده باخد الميكس الحلو بتاع الفطير. انا دي طريقتي في فرد الفطير. بجيب الرخامة بتاعتي وادهنها دهنة خفيفة من المادة الدهنية، وابتدي ان انا افرد الفطيرة بايدي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما اوصل للسمك اللي انا محتاجاه. وتقريبا كل ما بترققي في الفطير اكتر، كل ما بتديكي نتيجة افضل. تفضلي ترققي فيه لحد ما تبدأي ان انت تشوفي الرخامة اللي تحت او الكاونتر تحتك على طول كده، تبدأي ان انت تشوفي الملامح بتاعته، تعرفي كده انك رققتي الفطيرة حلو جدا جدا. وكمان ترققي من الطروف، وكمان ترققي من الحرف علشان خاطر الدنيا تبقى معاكي مظبوطة. بحب كده احط معلقه زبده جوه الفطير، لان بصراحه دي بتقلب خالص مفهوم الفطير، بتخليه طري ودايب من جوه وزي الفل. وابتدي ان انا اجيب اي سكينه، وابتدي ان انا اشق الفطير طرف كده، وابتدي ان انا الفه باللفه اللي انتوا شايفينها كده كانها مثلث. واجيب الفطيره كده واسيبها تريح 5 دقايق بالزبده بتاعتها بكل اللي انا عاملاه. الطريقه دي بتطلع معايا فطير مورق حلو جدا جدا. وكمان في طريقة تانية هقول لكم عليها، دي بقى بتاعت المخابز اللي هما بينجزوا، عايزين بقى يعملوا كذا فطيرة في نفس الوقت. بنجيب كل فطيرة ونفردها، وما بين كل فطيرة والتانية بنحط مادة دهنية. لحد كده الموضوع سهل جدا وبسيط. بنحط الفطاير على بعضهم بالشكل ده. بس اهم حاجة ما بين كل فطيرة اهم حاجة ما بين كل فطيرة والتانية يا جماعة ان احنا نحط مادة دهنية. مهم جدا جدا الموضوع ده، وبيفرق قوي قوي. بعد كده بنبتدي ان احنا شايفين الفطير معايا لما ابتدي ان انا اريحه كويس وافرده كويس بيطلع حلو جدا جدا. بضيف في اخر طبقة معلقة الزبدة اللي انا ضفتها برضو في الفطيرة اللي عدت. وتقدروا كمان تستخدموا سمنة عادي جدا جدا، يعني سواء سمنة او زبدة او زيت، استخدموا المادة الدهنية المتوفرة عندكم. مش هتفرق خالص، النتيجة هتطلع ان شاء الله حلوة. بس للأمانة طبعا السمنة مع الزيت بتبقى حلوة جدا جدا. بعد كده بقطعها شرايح زي ما انتوا شايفين كده، كأني بالظبط بعمل سينابون، او كأني بعمل كيكة سويس رول. وهبتدي ان انا الف الشرايح بالشكل ده بالطول للآخر خالص.
واريح الفطاير بالشكل اللي انتوا شايفينه لحد ما اخلص كل الكميه اللي عندي. ابدا من اخر فطيره، من اول فطيره انا جهزتها هي دي اللي هبتدي ان انا هفردها. شايفين دي اول فطيره انا جهزتها، هبتدي ان انا افردها فرد خفيف قوي. هتلاحظوا ان هي بدات تعمل طبقات، وكمان الطبقات بتطلع في ايديكم، يعني تحسوا كده ان في فطير خفيف كده بيطلع، وكمان لما تعملوه من الشباب هيبان اكتر. انا النهارده حبيت ان انا اسوي معاكم الفطير في الطاسه بعيدا عن الفرن والحاجات اللي هي الصعبه اللي ناس كتير مش بتقدر ان هي تعملها. هنجيب الطاسه بتاعتنا بندهنها دهنه زيت خفيفه قوي جدا، او اي ماده دهنيه، ممكن سمنه، ونحط الفطيره. بس المهم بتكون النار عاليه تحت الفطير في الاول خالص، اول 3 دقايق بتكون النار عاليه علشان خاطر الفطير يبتدي ان هو يرفع، والماده الدهنيه تعلي الطبقات، وتبتدي ان الفطيره ان هي تحس كده ان هي تتنفس وبتعلى لفوق كده. الفطيره ماشيه معاكي. لو ركزتي في الكاميرا هتلاقي ان الماده الدهنيه ابتدت تدوب اللي هي في الفطيره، وابتدت حروف الفطيره تبقى لونها ذهبي شويه، وكمان ابتدت ان هي من تحت تتحمر سنه خفيفه. ابتدي اقلبها على الناحيه التانيه علشان خاطر تاخد نفس التوريقه ونفس اللون اللي من الناحيه دي. وهنبتدي ان احنا نقلب الفطيره من الناحيه دي للناحيه دي لحد ما نوصل للدرجه او للشكل اللي انتوا شايفينه. عايزه اقول لكم بس ان اللي بيفرق فطير الطاسه عن فطير الفرن ان فطير الطاسه بيكون سنه يعني واخد لون وتحبيشه او قرمشه كده شويه، لكن فطير الفرن بيطلع اطرى من كده بكتير. فانتوا لو بتحبوا الفطير يبقى طري جدا يبقى عليكم وعلى الفرن على طول. بس اول ما يخرج الفطير من الفرن، طبعا الفطير بيدخل على فرن درجه حراره مرتفعه، ويكون الفرن مسبق ان انا مسخناه، يعني ما يكونش لسه الفرن بارد، لا الفرن يكون ساخن فوق وتحت. بحط الفطير رف اوسط بياخد تقريبا تلت ساعه. اول ما بيخرج على طول، لو انتوا حابين الفطير بتاعكم يفضل طري طول الوقت، بتخرجوه بتغطوه مباشرة، يا اما بمشمع بلاستيك، يا اما بتغطوه بحاجة كده تكون عازلة للهواء، مثلا حلة او اي حاجة تحطوا عليه الحاجة دي بحيث يطلع طري معاكم كده. يبقى انتوا عملتوا فطير حلو جدا جدا وسريع ومن غير توريق ولا تعب ولا مجهود، وكمان عملتوه جوه الطاسه. تقدروا بقى تقدموه زي ما انتوا حابين، مع جبن قريش، عسل او جبنه قديمه، او اي عسل ابيض او عسل اسود، او كمان في ناس بتحب الفطير بالسكر. ايا كان كل الطرق دي هتبقى حلوه جدا جدا. المهم المبدا، او مهم ازاي ان انتوا عملتوا الفطيره. لو عجبتكم الوصفه النهارده ما تنسوش بقى لايك وشير. وانا طلبت منكم الطلب ده كذا مره النهارده عشان خاطر بس انا محتاجه فعلا اعلي شويه القناه عندي، عشان خاطر في ناس كتير جدا بدات تشتكي ان الوصفات مش بتوصل لها بسبب عدم تفاعلكم على القناه. فلايك وشير او كومنت بسيط جدا جدا مش هيتعبك، بس بجد هيفرق معايا جدا، وهيفرق مع محتوايا، وهيفرق في تشجيعك ليا. كل سنه وانتم طيبين بالف هنا وشفا يا رب، واستنوني في وصفات كتير الفتره اللي جايه، واشوفكم دايما على خير قريب.